الكمان، الفايلن، الفيولا، كازينو، الفروتيكا، بالظبط كده. مهما اختلف اسم الكمانجا باختلاف البلد او الثقافة، هتفضل الكمانجا من افضل واصعب الالات الوترية، لانها بتقدر تلعب موسيقى شرقي شغال، غربي شغال، وما بتقولش لا. رغم ان الكمانجا تقدر تخليك تتنطط من السعادة، الا انها مشهورة اكتر بانها آلة حزينة تمزق نياط القلوب، يعني بتزعل يعني. في الفيديو ده هقولك على 5 حاجات لازم تتوقعها قبل ما تبدأ تتعلم على الكمان. انا اسمي محمود عقل، بكلمكم من بلو سنتر. فلنفترض مثلا انك قررت تشتري كمانجا وتتعلم عليها، وزي ما انك دلوقتي بتتخيل انك بقيت بتعزف وبتسمع الناس وبقيت عظيم، وده شيء وارد طبعا، وغالبا ده اللي هيحصل. بس تعالوا نتكلم شوية عن حبة حاجات لازم نعرفها قبل ما نبدأ نتعلم، عشان ما تتصدمش وعشان تكون مستعد. في الفيديو ده هقولك على 5 حاجات لازم تتوقعها قبل ما تبدأ تتعلم على الكمان، وفي آخر الفيديو هقولك نصيحة مهمة جدا تسهل عليك الموضوع إن شاء الله. تابع معايا. مشكلة أي حد لسه بيتعلم إنه بيكون فاكر إن الموضوع هياخد أسبوعين وهيبقى بطل بعدها، هيقدر يعزف كويس جدا. بس للأسف أنت مختار آلة مش سهلة قوي، فالموضوع بياخد شوية وقت. شهر يعني؟ لا مش شهر يا حبيبي، مش شهر. حط على الشهر ده حوالي مثلا 5 9، نهار اسود. في الحقيقة أنا ما أقدرش أقولك أنت محتاج فترة قد إيه عشان تقدر تعزف على الكمان بشكل كويس، لأن ده بيعتمد على عوامل مختلفة، منها مثلا قدرتك على الاستيعاب والفترة اللي أنت بتتمرن فيها، ده غير طبعا طريقة التعليم. لكن اللي أقدر أقوله لك إنك محتاج على الأقل فترة 6 شهور عشان تبدأ تطلع صوت مقبول تكون أنت راضي عنه. أما الناس اللي أنت بتسمعهم على يوتيوب وفي الحفلات، دول بيكونوا قضوا وقت طويل جدا في التمرين، بيتراوح مثلا من 1.5 سنة ل5 سنين، أنت متخيل؟ فلو انت فاكر ان انت هتقدر تعمل ده في اسبوعين بس، ممكن تقدر تعمله، بس لو عندك A اعصاب حديد، B ذكاء خارق، C فاضي 24 ساعة، ودي ملكش حل. ده الصوت اللي هيطلع منك اول شهرين على بال ما ايدك تتعود. انت مضطر تستحمله عشان انت اللي عايز تتعلم، لكن اللي حواليك للاسف مش مضطرين يستحملوه معاك، فهيلجأوا لاكتر حل منطقي في الظروف اللي زي دي، هيحفلوا عليك. فحاول ما تبقاش حساس في الفترة ديت، ولا تزعل وتيأس وتنتحر والكلام ده، لا، حاول تستغل السخرية دي في انك انت تتمرن اكتر، يكون عندك إرادة أقوى، وتيجي بعد كده تسمعهم اللي انت عملته وتقول لهم اهو يا ولاد. هو الكاميرا جو. زي ما قلت لك انت مختار آلة صعبة، فلو فاكر ان انت هتقدر تتمرن يوم واحد في الاسبوع وتركن الكمانجة بقية الايام وبكده توصل للي انت عايزه، لا يا حبيبي، الاهتمام ما بيطلبش. كل ما هتزود فترة التمرين كل ما هيكون النتيجة أحلى وأسرع. الكمانجة مش بتاعت يوم واحد في الأسبوع، الكمانجة عايزة كل يوم في الأسبوع، عشان كده لازم تحط لها جدول، لازم تخصص لها وقت يومي هو ده بتاع الكمانجة بس. على حسب الطريقة اللي انت هتتعلم بيها، سواء كورسات او اونلاين او هتخبط مع حالك في البيت، لازم تفتح مخك. خلي عندك قوة ملاحظة، اتفرج على الناس اللي بتعزف على يوتيوب وشوف ايديهم اليمين والشمال، التقنيات اللي بيستخدموها، وحاول تقلدهم لحد ما توصل بالصوت بتاعك لأقصى درجة ممكنة. حاجة سيئة انت ممكن تعملها انك انت تكون بتتمرن غلط، بس الأسوأ ان انت ما تكونش عارف انك بتتمرن غلط، فلازم تكون نبيه، لازم تعرف غلطاتك ايه هي، لازم تفتح مخك. زي ما حذرتك من حاجات معينة، برضو حابب أبشرك بحاجة، لو قدرت تتمرن كويس ومستواك اتطور، النتيجة هتكون مبهرة، هتقدر تعزف كويس وهتقدر تسمع الناس وهتقدر تشوف الانبهار في عينيهم. غير طبعا وده الأهم، انك انت مش هتكون مصدق ان الصوت الحلو ده طالع منك انت. دول ال5 حاجات اللي انا كنت محتاج اقول لك انك تتوقعهم قبل ما تبدأ تتعلم كمان. النصيحة اللي عندي ليك هي انك انت حاول
على قد ما تقدر تصور نفسك وانت بتتمرن. يعني يكون عندك في كل فترة تدريب فيديو 10 ثواني او 20 ثانية بتصور نفسك وانت بتتمرن فيه، علشان تقدر تشوف نفسك، تقدر تلاحظ ايه الغلطات اللي انت بتعملها وانت بتلعب. بتبقى مشغول بالعزف، بتبقى مشغول بانك انت تحاول تجيب النغمات صح، فما بتبقاش مركز قوي في هل انا ايدي مظبوطه، صبعي نزل على النغمه مظبوط ولا ايه. فحاول تصور نفسك، هتلاقي نفسك قادر تشوف اللي انت بتعمله، قادر تحدد غلطاتك ايه. خصوصا لو انت مش بتتمرن مع مدرس او مفيش انستراكتور معين يقولك انت بتعمل ده صح او غلط، فحاول انت تكون رقيب على نفسك. النقطة دي محدش كتير بينتبه لها، لكنها فادتني جدا لما كنت بتعلم. ابتديت الاقي ان انا هنا بعمل حاجة غلط، فببدأ اصلحها، ايه القرف اللي انا بعمله ده، فببدأ اعدله لحد ما توصل للنتيجة اللي انت محتاجها. لو حسيت ان الفيديو ده مفيد ليك يا ريت تشيره علشان غيرك يستفاد، وما تنساش تشترك في الشانل بتاعتنا على يوتيوب عشان يوصلك كل جديد. لو عندك اي سؤال، استفسار او اقتراح، سيب كومنت او تواصل معنا على صفحة الفيسبوك الموجودة في الديسكريبشن. Good luck.